الحوثيين اقتحموا بيوتنا وهم نظام اسمه ملثمين، اقتحموا سجنوا في بيوتنا وشلوا أطفالنا وشلوا نسائنا وشلوا رجالنا وسجنوهم عندنا في نقعة، ودخلوا وخرجونا من جوف بيوتنا وخرجونا من جوف البيوت ودخلوا ذا الحين ساكنين متبيتين في بيوتنا، ما رضوا يدوا لنا لا ملابس ولا أدوان ولا أي حاجة من بيوتنا. يعني خرجتوا بدون أي شيء؟ خرجنا من حيدان بدون أي حاجة وشلوا رجالنا، يا ليتنا خلونا وإحنا ورجالنا، شلوا رجالنا واقتحموهم بزوهم معاهم نقعة، وإحنا ما شلوا أطفالنا الصغار وعلموهم للسلاح، ما خلوا لنا الذي على الرضاعة، ولا في بنت مات زوجها اقتتل زوجها بزها وغدوا يزوجوها بواحد من المجاهدين ركز أسبوع، بيقولوا خلاص زوجها راح، زوجها ما في أثام، ولا في بنات مع أبوها خير بنات دخل يقتحم سيف البيت بسلاحه، يهدد أبوها ويهدد أخوانها ويزوجها بواحد من المجاهدين ب20,000، وكيف مرأة تبتاع ب20,000، وبزوها وسروها وهبوها تتقدم للحوثيين بعيش بماء في الجبال، ألامات هبوها يقعدوا يوزعوا أطفالها في البيوت، عندها 3 4 قد ما تزوجها وهي يحارب معاهم، وهي بعد هبوها تحارب معاهم ويصيروا يوزعوا أطفالها. والأطفال اللي خرجوا ذا الحين بين ذي اللبس قالوا حرام أمريكي هذا اللبس، ومسكوا الولد وضربوه، ذا إيش بذنبه؟ يضربوا ذا الولد إيش بذنبه على خرجها بين هذا البدلة؟ قالوا لا إنه أمريكي يهودي ومسكوه وضربوه. وأنا ذا إسلام؟ لا واحد قال لا أحد يقول أشهدوا لا إله إلا الله، يقولوا أشهدوا حسين بدر الدين، ما يقولوا أشهدوا لا إله إلا الله والسلام عليك يا حسين بدر الدين. هذا إسلام؟ أنا الدين هذا لا إسلام؟ لا ما هم إسلام. إحنا ما نشتي صلح، كفاية أول مرة هبوا لنا صلح أول مرة وما قضوا عليهم، قدر مرة يتهبوا لنا صلح وما قضوا عليهم، إحنا نروح بيوتنا ودخلوا الحوثيين شلوا عفشنا ودواننا، وفانا الدولة ذي قالت نقف فيه صلح، ما في صلح. إحنا مطالبين إن الدولة تقضي على الحوثيين، وإحنا مستعدين بأرواحنا وبأعمارنا وبأطفالنا نقضي مع الدولة، نقضي على الحوثيين على المتمردين، وإحنا نتحمل المعاناة، قد تحملنا 6 سنين، ما إحنا نتحمل المعاناة سنة ولا سنتين، نتحمل العذاب، نتحمل الجوع، نتحمل كل حاجة. مع علي عبد الله صح احنا مستعدين، ومع اخواني القوات المسلحة احنا مستعدين، وضربونا وضربونا ليش إن كان نخبز لأحوالنا أو القوات المسلحة؟ احنا مستعدين نختمهم ليل ونهار، القوات المسلحة اخواننا هم مسلمين، ما هو بازل آلية وغادي يقول الله اكبر الموت لك يا امريكي ويقتل اخوها المسلم، لا هاي يرمي اليهودي يرمي الحوثي وهو يدمع العسكري، والحوثي لا يقول الله اكبر ونصر ابوه وقتل ابوه. هذا اسلام؟ ما هو اسلام. الحوثي لا وفقه واصحابه عمل فينا كل شيء، تهجمنا، دخل بيوتنا، شل دواننا، شل ملابسنا، شل رجالنا، عذبنا، ظلمنا، كل حاجة لقيناها مع لا وفقه ولا الحاجة خير. طيب الآن أنت وأسرتك كم هم بعدد أسرتك؟ يعني وعيالي 4. زوجك هذا؟ زوجي. وشلوا حتوانكنا وشلوا المشروع حق الماء وشلوا بيتنا، وأنا دخلت وبن أراجع، لفوك أخواني ونزلنا وبن راجع ما رضيوا يدوني. ما رضيوا يدوني أدوات، قالوا كيف عاد تنزلي تطالبي بأدوانك وانتي دارنكم في سبيل الله؟ عاد يبقى طالبك شلوا أموار وشلوا سيارات وشلوا بيوت وقتلوا ناس وذا، عاد يبقى طالبي بو بيتكم يا جماعة الخير. أني ما معين لا إنسان كوي رحم الله وحالتنا مدهور وما معنا شيء. قالوا ما بوشي، ما بلانك بتروحي ولا إحنا بنقتلك. الحوثيين دي قالوا لي وارجع القط نفسي واطلع، طلعنا كذا ما معنا شيء، وعاد دواناها لا قد مسكوهم خربوا بيتنا وبينفشوا عليها، جاءوا معنا 2 أكياس سمنت حثبوا على الفراش حقنا دي عم معنا. طيب وكسروا المواعين والرثة ولا خلوا لنا حاجة. سبب ما جاءنا من الحوثة المتمردين النصارى الحوثي، لا قد شلوا بيوتنا وشلوا أموالنا وعذبونا وشلوا رجالنا وشلوا أطلقوا بالنار على أطفالنا، على الحريم، على الشايب، على الشباب، وشلوا الشباب عندهم وردوهم نقعة واستأثروا عليهم، والنساء يشلوهم من بيوتهم غصبا عنهم ويروحوا يزوجوهم بالشابين اللي ضعيف. قال من كان ضعيف يدخل عند أي وحدة محترمة شابة يدخل عندها أنه يجاز، وشلوهم يخبزوا لهم ويعجنوا لهم ويدفروا لهم بسلحة، يدفروا لهم. وإحنا نطالب من الأخ علي عبد الله صالح فأنه يقوم بالضر، يقوم علينا من الضر هذا، ويقوم إحنا نضحي مع بأولادنا وأطفالنا وحريمنا وما معنا،
هذا كيف رضوا على الشاب والشابة انها تتزوج، قال انها تصح الزواج المتعة، يقعد اسبوع اسبوعين انها تصح الزواج. والا اذا معك شاب وانت ضعيف ما قد تقدر تتزوج وعندك جيران معهم شبابات، انه عادي يدخل عنده مضي وقته لما يجي له زلط ويتزوج. وانا تجوز البعد ما منا بيدخلوا حين عشان الناس مستمرين بمجالسهم وهم متجسسين ومسجلين لهم وينشروا يتهجموهم انصاف الليالي، ما هم على حق ولا ملاعين دنيا واخره. هم وذي يطلعهم وذي بيرسل لهم وذي بيحب لهم، والله لا يوفقه ولا يسامحه. الله ظلم عدوان الله ما كلين مخلينا بيشالين حقوقنا، ناهبين بيوتنا، خربوا بيوتنا، كلفوا علينا. علي عبد الله صالح جه يقتلهم واحنا معه واحنا ضد الحوثي.